السلام عليكم أزول في الله ومرحبا بكم ناس جي اس كا في قناتكم الثانية جي اس كا اكتياليتي. ماذا بكم تتابعوا هذه القناة مع أخبار جديدة وميركاتو شبيبة القبائل. صفحات شبيبة القبائل تؤكد بأن ماضي اقترح مقايضة بوغرة ب أو مع معمري. وأيضا صدق أو لا تصدق، هذا المدرب الجديد تاع شبيبة القبائل زيمباور الألماني راهو ربح في فترة من الفترات، وفي عز بروسيا دورتموند ربح كلوب وربح وايضا تعادل مش ربح مع غوارديولا. يا سلام على عالمية شبيبة القبائل، ان شاء الله ينصح فقط. وايضا اخر مباراة اللي لعبها الناس اللي تقول لك هذا عنده بزاف ما لعبش، بوجه مع المستخدم الجديد لشبيبة القبائل سنتحدث عنها في هذا الفيديو. والله نبداو بها ان شاء الله. قبل ما ديرونا لايك على الفيديو وابوني في القناه واتركوا لنا تعليق. لاعب شبيبة القبائل الجديد مهدي بوجمع اخر مباراة لعبها مع نادي كروم اف كا درجة ثانية التركي كانت يوم 24 ديسمبر، حيث لعب 12 مباراة 10 اساسي. عندك 732 دقيقة محسوبة بالدقيقة خوتنا. المهم الناس اللي دير دعايات، المهم ميركاتو شبيبة القبائل راح يبدا قوي، راح يبدا قوي. واللي مازال ما شافش الفيديو تاع هذا اللاعب فليذهب، راهم حطوا الناس في الصفحات تاعهم شاهدوا هذا اللاعب. يعني صراحة يخرج الكرة، لاعب ممتاز يعرف كيف يخرج بالكرة. ان شاء الله يتفاهم مع بودبوز وسط ميدان عصري، ان شاء الله ينصح في شبيبة القبائل. وايضا من ميركاتو شبيبة القبائل، واش رايكم في هذه الصفقة اللي الكثير هضر عليها في الصفحات؟ ما حبيش نهضر عليها حتى نتاكد من الامر. صفحات شبيبة القبائل تؤكد بان ماضوي اقترح مقايضة بوغرة مع معمري. هذه صفحة من صفحات النادي الرياضي القسنطيني، شباب قسنطين السياسي. هادو قاعدين يحكيو باللي ماضوي المدرب تاعهم راهو اقترح انه يجيب معمري اللي كان لما اظن معه ما جابته شبيبة القبائل من شباب قسنطينة، ومع بوغرة. أعطونا رأيكم في هذه الصفقة، واش رايكم في بوغرة؟ لاعب ممتاز وإن شاء الله ينصح إن شاء الله يا رب العالمين. ولما لا، صفقة قد تكون مفيدة لشبيبة القبائل. التغيير مليح خاصة مع مريرة راهو في البون دي توش، يعني قادر نجيبوا نفس جديد اللي هو بوغرة اللي تألق العام الماضي مع شباب قسنطينة. صدق او لا تصدق، مدرب شبيبة القبائل بلا ما نضربوه بعين وما نهضروش بزاف، هضرت بزاف على المدرب هذا. المرتقب وصوله في الساعات القادمة ان شاء الله، قالوا بالجمعة ان شاء الله. جوزيف زيمباور سبق له الفوز على بوريسيا دورتموند الكبيرة بقيادة يورغون كلوب 1-0 لما كان مدربا لهامبورغ، وسبق له تعادل ضد بايرن ميونخ بقيادة غوارديولا، يعني 0-0. يعني صراحة يعني مدرب عالمي بقيمة عالمية شبيبة القبائل اللي نتمنى أنه ينصح ويكون إن شاء الله على قد ما طلب الأنصار اللي هذا اختاروا الأنصار. يعني صراحة الآن ما عندهاش سبب الأنصار تاع الجي اس كا أنهم ينتقدوا المدرب، رغم أنه الكثير يقول لك باللي اللغة وعائق اللغة، ولكن هذا المدرب راح يجيب مترجم. وشاهدنا دوكا الكثير من المدربين حكموا نوادي عالمية وأوروبية كبيرة ومش كل لغة ما كاش عائق، كاين مترجم، كاين دوكا أصبح كلشي متطور، الذكاء الاصطناعي كل شيء راهو متطور، قادر يديروا الفيديو والمترجم بالذكاء الاصطناعي. أظن بأن مش كل لغة أصبح يعني من الماضي صراحة، بالذكاء الاصطناعي أصبح تفعل ما تريد. درب نادي موسكو الروسي، درب نادي الرجاء البيضاوي، حاجة حقق معه الدوبليو، ركز. وكما درب نادي أورالاندو بيراس الجنوب الإفريقي، فاز معه بالكأس. حاجة مليحة يعني صراحة مدرب عالمي طال انتظاره وطالت انتظار أنصار شبيبة القبائل. صفة من صفات العالمية إن شاء الله اللي راح إن شاء الله نتحدثوا عليها بزاف كثيرا لما يجي إن شاء الله ويهبط لنا التيزي وزو حكاية أخرى. لايك الفيديو، أبوني في القناة، واتركوا لنا تعليق في جي اس كا ما رأيكم في ربما أخبار اللي راهي قاعدة تفرح هذه اليابات مفرحة إن شاء الله. يلا مع فيديو جديد وأخبار مفرحة إن شاء الله دائما سنوفيكم بها. سلام خوتي.